يا اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو، رجعت لكم فيديو جديد ووصفه جديده لهاد اليوم ان شاء الله. بما انه رمضان على الابواب، فاكيد اكيد اكيد غتحتاجوا لهاد الوصفه. الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه وبطول العمر يا ربي. فالوصفه ديال اليوم غادي نصاوب معكم ميني بيتزا او العجينه ديال البيتزا، كيفاش تقدروا تطيبوها او لا توجدوا العجين ديالكم، وكيفاش تحافظوا عليها في المجمد. فاكيد هاد الوصفه خصكم تخليوها عندكم، حيت غادي تنفعكم بزاف، سواء رمضان، سواء لراسكم، سواء الى لضيافكم. مهم كتبقى عندكم في المجمد فوق ما بغيتو ديروا لي ميني بيتزا، او لا يكون عندكم كوموند هكا ديال الميني بيتزا، فهادو غينفعوكم، كيجيو هكا صغيورين زويونين. فنتمنى ان هذا الفيديو يكون نال اعجابكم، ونتمنى ان تتفاعلوا مع لا فيديو ولا ينفعكم، وتخليوا لي تعاليقكم وارائكم. فيلا معايا نبداو بطريقه ديال التحضير. فكما كتشوفوا معايا انايا هنايا في هذا البول غادي درت 3 ديال الزلافات ديال الفرص، وغادي نزيد عليهم هنايا شويه ديال الفينو. درت نص زلافه كما شفتوا معايا هنايا في لا فيديو. وهنايا غادي نزيد شويه ديال المليحه كما كتشوفوا معايا، ما يعادل معلقه صغيره ديال الملحه، ما تكونش عامره بزاف باش تجيكم هي هذيك. وغادي نزيدو واحد 3 المعالق اولا 2 ديال زيت العود. هانتوما 3 المعالق كبار ديال زيت العود. هاد الكميه اللي كنعطيكم على حساب العجين ديالكم، الا كان غديروا غير شويه ديروا غير 2 بارك عليكم. انا درت هنايا 3. هنايا زدت 3 المعالق ديال الحليب بودره، اولا انا استعملت نيدو. نتوما ديروا اي حليب بودر عندكم. وغادي نزيد واحد الكاس ديال الحليب، من احسن يكون دافي، حيت دابا البروده. انا صراحه درتو بارد، ولكن نتوما من احسن ديروه دافي. هنايا في العجانه غادي ندير واحد المعلقه ديال الخماره ديال الخبز. وصافي هنايا غادي نبداو نخلطوا دوك المكونات هما الاولين. من بعد في هذا الاثناء عندي الماء كيدفى، يكون الماء دافي باش يتعجن بالماء دافي. ونبقاو نزيدو بشويه بشويه حتى كيتجمع لينا العجين ديالنا اولا الخليط ديالنا. انا تبارك الله درت واحد الكميه اللي وفيره، نتوما تقدروا ديروا الكميه اللي غتحتاجوا ديك الساعه، كل واحد وكيفاش كيعجبو. مهم كنبقاو بهذه الطريقه، كنزيدو بشويه 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 حتى كيتجمع لينا العجين ديالنا. تقدروا تعجنوه بالحليب، تقدروا تعجنوه باللبن، يعني ماشي مشكل، بالعكس كتجي العجينه ديالنا رطبه. وصافي كنبقاو بحال هكا حتى كتجمع لينا العجين ديالنا. ومن بعد ما تعجنت لينا اولا تجمعات لينا العجين ديالنا، ها كيفاش كتجي. انا درتها شويه يعني ما مرخفاش بزاف. في هذا الاثناء غادي نغطيها بالسلوفان، اولا غطيوها باي حاجه وخليوها ترتاح. انا بالنسبه ليا العجينه تقدر ترتاح حتى الليله كامله، ماشي مشكل. يعني تقدروا تعجنوها بالليل وتحطوها في الثلاجه هكا في السلوفان، وتخليوها في شي ميكا اولا في شي بلاستيك هكا، وديروها في الثلاجه حتى الغد ليه وتستعملوها بلا ما تعجنوها بزاف، بلا حتى شي حاجه. فهمتوني؟ وتقدروا تزيدوا حتى الزعتر في العجينه، تزيدوا الزعتر. انا ما كانش عندي متوفر وما زدتوش الزعتر، وايضا حتى السكر. الا بغيتوا تزيدوا السكر انا ما درتوش، حيت ما كاين الناس اللي فيهم السكر وداكشي عليها ما درتوش. وفي هذا الاثناء العجينه ديالي انا خليتها ارتاحت واحد الساعه، يعني نتوما تقدروا تخليوها اكثر. ها نتوما كنقسمها. انا قسمت العجين ديالي هنايا على 3، درت شويه الزيت في يدي وقسمتها على 3. نتوما صافي كنرجعوه لداك السلوفان اصلا اللي كان مغطي به، وكنخليوه واحد الطرف هو اللي كنطلقوه ندلكوه. هانتوما بديك الميكانيت نديروها في داك البول اللي كان ديجا عجننا فيه.
الطريقه. صافي في هذا الاثناء غادي نرشو على سطح العمل الدقيق اولا الطحين. ضروري خصنا ضروري نرشو الطحين باش ما تلصقش لينا العجينه ديالنا فوقاش نشكلوها، حيت الا تلصقت العجينه فوقاش غنشكلوها غنبغيو نحيدوهم نديروهم في الصينيه باش ندخلوها للفران، غتعوج لينا العجينه ديالنا. هانتوما جبت هنايا المدلك كنبقى بحال هاد الطريقه كنطلق العجينه ديالي مزيان بحال هكا. شتو كنلعب بيها يعني ما كتلصق ما حتى شي حاجه. هانتوما كنبقاو بحال هاد الطريقه بحال هكا كتطلق لينا بسهوله. هانتوما شتو كنطلقوها مزيان، عاوتاني ما نطلقوهاش حتى تكون رقيقه بزاف، نخليو فيها واحد شويه باش ملي ندخلوها الفران ما تيبش لينا بالطياب. شتو هانتوما كنهزها وانا مرتاحه ما تقطع لي ما تلصق لي ما حتى شي حاجه بحال هكا. انا ما بغيتش نسرع الفيديو باش تشوفوا يعني كيفاش كنتعامل مع العجينه، حيت كاينين الناس ولا كاينين بنات مبتدئات اللي ما كيقدروش يتحكموا في العجينه وكيخافوا منها، ومنهم انا في البدايات كنت كنخاف من العجينه، كنخاف نقيسها ولا نستعملها ولا شتو. وهنايا من بعد ما غنطلقها غادي نجيب يعني باش غنشكل الدوائر ديالي. هانتوما بحال هذا انا غادي ندير هادو صغيورين، حيت هادو كيجيو بريستيج وصغيورين في الشكل ديالهم، تقدروا ديروا بهم بلاطو ديروا بهم اي حاجه. الا بغيتو ديروا لي بحال هكا وعاد تقبوهم هو هذاك. الا بغيتو ديروا الطريقه الاخرى اللي غندير لكم دابا، هانتوما غتشوفوا بعدا الشكل ديالها قبل هانتوما شتو ما كتعوج ما كتلصق ما حتى شي حاجه. غنوريكم الا بغيتو ديروا بحال هكا كتقبوا العجين كامله دقه واحده وكتقطعوا بحال هكا. الا كانت عندكم داك الجراره اللي كيتقبوا بها فراه مزيان، انا ما كانش عندي متوفره فقضيت غير بالفرشيط. شتو ملي كنديروا هكا حبه حبه كدير لنا الوقت حتى الشكل ديالها كيتبدل كتعوج. فاللهم ديروا بحال هكا. هانتوما المهم نتوما ديروا الحجم اللي بغيتو، كل واحد وكيفاش الحجم كيبغي. انا هاد المره قلت غادي نديرهم هكا صغيورين من احسن، فكنبقاو بحال هكا حتى كنساليو العجين ديالنا كامله. انا كندير داك الشكل في الطحين وكنقطع به باش ما يبقاش ليا تما ولا ما يلصقش. ضروري تخدموا بالطحين ضروري باش ما تعذبكمش العجينه، تحكموا فيها نتوما ماشي هي اللي تحكم فيكم. كنكملوا بهذه الطريقه صافي كنحيدو الدوائر ديالي اولا العجينه ديالي. شتو نكملوا بهذه الطريقه العجينه كامله، وهذه غادي نعجنوها نجمعوها وغادي نديروها في السلوفان حتى هي ونخليوها ترتاح، وغادي نجبد العجينه الاخرى. هانتوما ما بغيتش كما قلت لكم نقطع حتى شي حاجه باش تشوفوا كيفاش خدمت العجينه ديالي. كنجبد النص الاخر وكندير الاخر معاه تما وكنرجعهم وكنطلق عاوتاني الاخرى. كنكملوا بنفس الطريقه حتى كنكملوا العجينه ديالنا كامله. هانتوما هذه الثانيه
ومن بعد راه كنديروا نفس الطريقه اللي درنا قبل. كنتقبوا العجين ديالنا هكا بالفورشيط، كيكون هكا تقيبات باش ما تنفخش لينا في الفران، وكنساليوه بنفس الطريقه حتى كنساليو العجينه ديالنا كامله. وفي هذه الاثناء هذه هانتوما من بعد ما ساليت العجينه ديالي درتها هكا هكا في الطاوه الفران، غادي نخشيها في الفران من بعد ما سخنته من قبل، وغادي نديروا ليها نص طيبه ونرجعوا لكم. ومن بعد غادي نكملوا، بما انه الطاوه الاولى درتها في الفران، غادي نكملوا العجينه ديالنا بنفس الطريقه نطلقوها. وفي هذه الاثناء هذه انا بدلت الشكل ديال الرشم باش كنقطع، درت حجم كبير. هذا هو الحجم اللي كنديرو حنايا في الدار، كبير. هادو بغيت نعمرهم، بغيت نديرهم ونعمرهم دابا، فقلت غادي نستعمل عفوا رشم اللي يكون كبير اولا حجم اللي يكون كبير. فهانتوما الحجم ديالهم كيكون شويه على الاخر، كبير على الاخر. فكنبقاو بنفس الطريقه حتى كنكملوا العجين ديالنا. صافي من بعد ما ساليت الطاوه ديالي الاولى، غادي نعمرهم. درت هنايا لاصوص، ديروا اي صوص بغيتو، ديروها في الدار ولا شريوها، ولا كل واحد كيفاش كتعجبو. هنايا درت هكا صوص طوماط كنستعملو كاملين بحال هكا. غادي نطلقوهم بمعلقه ولا اي حاجه عندكم بحال هكا. كنطلقوا لاصوص ديالنا على البيتزا بحال هكا حتى كنساليوهم كاملين. من بعد ما كنساليوهم، هنا كانت عندي شويه د البصله وكانت عندي الفلفله. من بعد ما شحرتهم مع شويه د المليحه وشويه د البزار، فكنكملوا هكا كنعمروهم. عمروهم باي حاجه عندكم. انا فقط وريت لكم هذه المرحله، الا بغيتوا نتوما ديروها. المهم حتى كنساليو البيتزا عفوا البصله ديالنا كامله. كنزيدو عاوتاني الفلفله، ديروا اي فلفله عندكم الوان، فلفله خضراء، فلفله حمراء، فلفله صفراء، اللي كنكملوا عاوتاني بهذه الطريقه كامله على هذا الشكل حتى كنساليو البيتزا ديالنا كاملين هذا الشكل هذا. هانتوما كنبقاو نعمروهم كاملين بلا هذا الشكل. ايوا من بعد غادي نزيدو الطون. انا استعملت الطون ديال الزيت اللي كنديرو كاملين في البيتزا، راكم عارفين. هانتوما الطون ديال الزيت هو هذا، حيت ليه داك شويه ديال الزيت وكملت بهذه الطريقه حتى كنديرو الخبيزات ديالنا كاملين او البيتزا ديالنا كاملين. وهنايا غادي نزيد الزيتون الاخضر اللي كيكون بلا عظم، اللي كنديرو كاملين في البيتزا
بحال هكا بحال هاد الشكل. ومن بعد غادي نزيدو الفخوماج اولا اي فخوماج عندكم تزيدوه هنايا بحال هكا. صافي حتى كنكملوا البيتزا ديالنا، وغادي ندخلوهم للفران مباشره. الفران راه ديجا عندي سخون، حيت ديجا انا سبقت لاباط الاولانيه. وخليكم معايا للشكل النهائي حتى كنساليو العجينه ديالنا كامله. كما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال لاباط ديال البيتزا الاولانيه اللي درتهم صغار، ميني بيتزا صغار كيجيو على هذا الشكل هذا. تبارك الله. هنايا راه عندي كميه كبيره، وعندي كميه اخرى ديجا عمرتها، خرجت ليا في الطوطال 47 حبه. تخيلوا 47 حبه اللي هما الصغارين واللي كبارين. وكون كان درتهم كاملين صغارين على هذا الشكل كانوا غيخرجوا ليا من 50 للفوق، فهمتوني؟ فانتوما احتفظوا بهم في الثلاجه بالطريقه اللي بغيتو. هذه هي البيتزا ديالي من بعد ما عمرتها. صراحه درت غير خفن زربان وصافي، قلت هادو نعمرهم ماشي مشكل. والميني بيتزا لاباط درت ليها السلوفان وغادي نخشيها في الفريغو فوق ما بغيتو. غادي تجبدوهم وغادي تعمروهم وغادي تخشيوهم في الفران. وهانتوما لاباط ديالكم عندكم واجده. من الفوق الا كان عندكم الزعتر تقدروا تزيدوه في العجينه، ولا تقدروا تزيدوه فوق البيتزا ديالكم فوقاش تعمروه. ديروا اي حاجه بالنسبه للعمر، عمروهم باش ما بغيتو. هكا ديروهم في ديك البلاستيكه اللي الا عندكم البلاستيكه اللي كتسد من الفوق، راه كتجي راه مزيانه حتى هي. فهذا ما كان. نتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم، ونتمنى الوصفه تكون نالت اعجابكم. الله يدخل عليكم شهر رمضان بالصحه والسلامه يا ربي وبطول العمر، وباي حاجه كتمنوها يا ربي تحقق لكم. نتلاقاو في فيديو جديد وفي وصفه جديده. وما تنساش الا كنتي اول مره كتشاهدي القناه ابوني في القناه، وخلي لي رايك وتعليقك، ومع السلامه.